السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة فيديو جديد من قناتي بون ابيتيتو، هنقدم فيه البسبوسة المكرملة المرملة. اول حاجة هنعملها كوباية سكر وعلى النار، ومش هنقلبها خالص الا لما نلاقي الحروف بتاعة السكر كده بدأت ان هي تغمق، نبدأ ان احنا نحركه. شايفين حروفه لونها غامق؟ هنبدأ نحركه ونقلب باسباتيولا كده زي ما احنا شايفين عشان ما يلزقش معانا لغاية لما يسيح بالشكل ده. بعد كده بنضيف كوباية لبن، وبالراحة حبة حبة عشان لو ضفناها كلها مرة واحدة هتعمل مخاطر، فواحدة واحدة كده. وبعد كده نضيف كوباية الا ربع زبدة سايحة ونقلب برضو، وعايزين ما يكونش فيه اي تكتلات خالص لغاية ما نوصل للون اللي احنا عاوزينه. نبدأ ان احنا نضيف معلقة كبيرة من الجلوكوز. هي بمعدل يعني ربع كوباية، ونقلب برضو. وبعد كده هنسيبها بقى على جنب تهدى شوية لغاية ما نحضر المقادير الجافة. نص كيلو دقيق بسبوسة من النوع الناعم، ونضيف له ربع كوباية جوز هند، ونص باكو بيكنج باودر، وطبعا ذرة ملح، وهنقلبهم مع بعض كده. الكراميل اللي احنا عملناه ممكن ان احنا نضيف له نص كوباية قشطة، او نضيف له كوباية زبادي صغيرة. ممكن وهو سخن او بارد مش هتفرق معانا، ونحاول نقلبه معاه ونضيفه على الدقيق اللي هو المقادير الجافة. هي ما دابتش معايا بسهولة عشان كان الزبادي كان في التلاجة متجمد شوية. هنبدأ نقلبهم مع بعض، بس بقى ايه بالراحة جدا، يعني مش عجن، تقليب بسيط خالص. ممكن نستنى شوية لما الدقيق يشرب الكراميل، وبعد كده نبدأ نقلب. يعني ممكن كده وممكن كده. انا طبعا عشان مستعجلة عايزة اصور بسرعة فقلبت، ما استنيتش لما يتشرب. وهنقلب بالراحة لغاية لما يختفي الكراميل ده ويندمج مع الدقيق. بعد كده هنجيب بقى الصينية مدهونة بزبدة كتيرة كده، شايفين الدهان الصينية قد ايه زبدة، ونضيف البسبوسة. هنبدأ نفرد كده برضو بالراحة، وممكن نفرد بايدينا برضو لغاية ما نوزعها كلها كده. هي المقادير بتاعتها بسيطة وسهلة، ما استخدمناش حاجات كتير، وهكتب لكم المقادير بتاعتها في صندوق الوصف ان شاء الله. هنهبدها كده هبدتين، ونبدأ بقى نرص لوز او بندق او اي حاجة عندك متوفرة، وممكن تخليها سادة زي ما انت عاوزة، وممكن سوداني. هنرصها كلها بالشكل ده، طبعا انت وذوقك بقى. هنحطها بقى في الفرن بدرجة حرارة 180 في الوسط، وبعد كده لما حروفها تبدأ تحمر نولع الشواية عليها دقايق بسيطة جدا، ولازم تخلي بالك منها عشان ما تغمقش معاكي اكتر من كده. هنبدأ بقى نعمل في الشربات او السيرب. كوباية كوباية ونص سكر، وكوباية ونص مية، ومعلقة زبدة كبيرة، وباكو فانيليا، وطبعا عصير ليمونة.
هنضيف المية والسكر مع بعض على النار لغاية لما يغلوا ويدوب السكر تماما. هنبقى نضيف بقى بقية المقادير اللي هي الزبدة والليمون والفانيليا مع بعض، ونقلبهم كده لغاية ما الزبدة تدوب. هنخرج بقى الصينية البسبوسة طبعا وهي سخنة، ونضيف لها الشربات وهو سخن، وزي ما احنا شايفين كده بتشرب الشربات بسرعة. ده يدل على نجاح البسبوسة. شايفين بتشرب بسرعة ازاي. بعد كده هنغطيها بقى بورق الفويل ده وهي سخنة، ونسيبها لتاني يوم. يعني انا مثلا لو عملتها بالليل اسيبها للصبح ناكل منها، لو عملتها الظهر اسيبها لغاية ما تبرد تماما. هنفتح بقى عليها لما تبرد خالص ونبدأ بقى نقطعها. هنلاقيها متماسكة وحلوة معانا وطرية ومرملة، شايفين، وارتفاعها مناسب. شايفين بتقطع معانا بسهولة ازاي. انا ما جردش هنا الفيديو ولا اي حاجة. شايفين النعومة والترميل. ما تنسونيش بقى اذا عجبكم الفيديو طبعا اللايك والاشتراك والكلمة الحلوة اللي بتفرق معايا، واي حاجة تكتبوها لي في الكومنتات هرد عليكم. وبون ابيتي.